تعرف من خلال ذلك الفيديو ماذا قال نجوم العالم عن النادي الأهلي وماذا كانت ردة فعل مدرب فريق ريال مدريد مع الأهلي المصري. حاجة ما بين الشوطين قال احنا بنفتقد للإنهاء في الثلث الأخير. دائما كونوا حذرين في الخلف لأن لدينا بعض المشاكل مع أظهرتهم اللي هم محمد هاني وعلي معلول الذين يندفعون كثيرا، لذا يجب أن نتعامل مع ذلك بالسيطرة. لازم نستحوذ على الكورة. في بعض الأحيان توني يمكنه الميل، قصده على توني كروز، يمكنه الميل أكثر قليلا والتحكم لأن هو اللي بيظبط الإيقاع والتيمبو بتاع الفرقة. أحلى حاجة بقى لا يكونوا حذرين، لا تبحثوا عن لعب الثنائيات والمرتدات السريعة. الآن يجب أن ندافع جيدا. هو بيحذر ان النادي لازم تدافعوا قدام النادي الاهلي جيدا. من المهم عدم اهداء ركلات ثابته وركلات ركنيه. لو نفتكر كان في ضربه ركنيه في الشوط الاول لمحمد عبد المنعم قدام حطها جنب العارضه. فهو ما بين الشوطين بيحذرهم ان انتوا ما تعملوش فاولات حوالين منطقه الجزاء وما تعملوش ركلات ركنيه لان النادي الاهلي بامكانه تشكيل خطوره علينا. فده حاجه يعني بصراحه النادي الاهلي دايما بيحطك في حتت مختلفه. النادي الاهلي ده حاجه الهرم الرابع في مصر. صحيح. بيحطك في حتت مختلفه عن الانديه. انت النهارده قابلت ريال مدريد، قابلت بايرن ميونخ، قابلت تشيلسي، داخل على مانشستر سيتي. خلي بالك هي دي وجهه نظري. no regalar balones ir para marcar otro, sin buscar contraataque. La vigilancia defensiva, el equilibrio es lo más importante. ¿Cómo? Es importante no regalar balón parado, córner, evitar esto, porque ahí te puede crear daño. قامت بعثة فريق النادي الأهلي. أول شيء أرحب بجميع البعثة ونتشرف بوجود نادي بحجم النادي الأهلي في دولة الإمارات وفي مدينة العين خصوصا. ونادي الأهلي المصري ليس غريبا على مدينة العين، هو دائما ما يحظى بالمحبين ووجودهم اليوم معنا إضافة لهذه المدينة. يلعب في ملعبه اليوم، هو صاحب الأرض. نتمنى له التوفيق ونتمنى للفريقين التوفيق والخروج بصورة تمثل ما وصلت إليه الكرة المصرية. أنا أهلاوي من الزمن. اليوم وصلنا هني لنرحب بإخواننا والإضافة للمدينة. محبين النادي الأهلي كثار في هذه المدينة وأنا أولهم. أنا أهلاوي من الزمن. Obviously, I know all about your injury and how bad it was. I also know how difficult it is to come back from bad injuries. But obviously, you're working with great staff at Villa. They'll be looking forward to getting you fit, ready for the new season, as obviously you will be. Anyway, this is just a short message to wish you all the best. Look forward to seeing you back on the field next season. Up the Villa. Das ist genau wie Bayern München. Genau wie Bayern München. Wir haben auch unser Lichtgestalt, das ist eigentlich Bibo. Mahmoud Khatib ist auch einer der wirklich wahnsinnigen Charisma hat und hat auch viel erreicht und so weiter. Sie haben ja gegen Al-Ahli in der Clubmeisterschaft gespielt. Genau, richtig. Also was war Ihr Eindruck? Welcher Spieler hat dann bei Ihnen einen Eindruck hinterlassen? Wie fanden Sie den Sieg gegen Al-Ahli? Ja, wir haben ja gegen Al-Ahli eben gespielt bei der Club-WM. Wir haben 2:0 gewonnen. Ich denke schon, dass wir dominant waren und auch verdient gewonnen haben, aber man hat immer wieder zwischendrin schon die technische Qualität der Spieler auch gesehen. Immer mal wieder kleine Dribblings. Jetzt meine letzte Frage. Also wenn Sie jetzt dann Ägypten besuchen würden, was möchten Sie gerne als erstes sehen in Ägypten? Ja, grundsätzlich würde ich natürlich die klassische ägyptische Geschichte, Kultur kennenlernen, aber natürlich auch die Hauptstadt. Ich würde natürlich auch vielleicht gerne mal das Stadion vom FC Bayern aus Ägypten, von Al-Ahli, und mal schauen, wie der Fußball in Ägypten. نعم، بالنسبة لي في البداية أعتقد أن هذا بمثابة الحلم لي أن أشارك في مثل هذه المسابقة وأن ألعب ضد فرق كبيرة كالأهلي. هذا أمر رائع. لديهم لاعبين رائعين. هو أفضل نادي في إفريقيا.
هو من افضل انديه العالم. اعتقد نعم ان هذا امر شيق ان اكون في مثل هذا السيناريو. الامر مميز جدا بالنسبه لي. نعم شاهدنا الكثير من المباريات. لا استطيع ان اخبرك بالكثير بخصوص هذا الامر، ولكن نعم شاهدت الكثير مباريات الاهلي. نعم الاهلي يلعب في بطولات قويه ويلعب في منافسات قويه. اعتقد الاهلي خاض مباريات امام فرق كبيره، امام برشلونه وريال مدريد، وايضا احصائيات الاهلي جيده. اذا كانت حالتنا جيده اعتقد اننا سنؤدي مباراه جيده امام الاهلي. المباراه صعبه، المباراه قويه، ولكن نطمح دائما للفوز في كل المباريات. الفوارق بين الكرة في نيوزيلندا ومشاركة نادي مثل الأهلي اللي بيشارك دائما وباستمرار في كأس العالم للأندية ولاعب أو نجم كبير زي محمد صلاح في ليفربول، هل هذه الفوارق ستؤثر على هذه المباراة؟ يعني من الممكن أن تفكر أن أنا نادي الأهلي والفروق ما بين الكرة النيوزيلندية والكرة المصرية؟ انظر، أعتقد أنه يوجد اختلاف كبير. لأكون صادقا، إذا كنت تعرف فإن الدوري النيوزيلندي ليس دور احترافي من الدرجة الأولى، ولكن الأهلي واحد من أكبر أندية العالم وأفريقيا، فبالتالي نتكلم عن نادي من أكبر أندية العالم. لأكون صادقا، الأمر صعب. نعم ستكون منافسة قوية. نضع كامل تركيزنا على هذه المباراة. ستكون 90 دقيقة، أي شيء يمكن أن يحدث. نستعد جيدا، نحاول أن نفوز. ستكون مباراة ممتازة. كيف ترى المواجهة هذا العام؟ هيكون مباراة صعبة جدا لينا. طبعا الأهلي هو الفريق المرجح للبطولة دي والمرجح للفوز. طب هو بطل أفريقيا ودايما متمرس في كأس العالم للأندية، وعنده أكثر من 100 بطولة. فاحنا هنكون دايما في وضع غير مرجح للفوز. هنحاول احنا نكون، للأسف احنا هنكون ضحية ان احنا نقابل الأهلي. طبعا هنحاول نشرف الكرة النيوزيلندية والكرة الأوكنيسية بشكل كامل، ونبدأ من هنا إن شاء الله.